السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم. كلها ايام ونودع الشهر الكريم. اللهم تقبل صيامنا وصالح اعمالنا يا رب. وزي ما انتم شايفين الفيديو بتاع النهارده بيتكلم عن نفسه. النهارده يا جماعه هنعمل مع بعض البيتي فور. بصوا بقى، البيتي فور دوت سهل خالص ومخدش معايا وقت خالص لما عملته. هو خد معايا وقت شويه يعني في التشكيل، يعني برضو مش وقت كتير، بس على ما سيحت الشوكولاته والكلام دوت خد وقت شويه. لكن العجينه بتاعته والتشكيل اتعملت بسرعه جدا، ما خدتش وقت معايا خالص يا جماعه والله. والنتيجة قدام حضرتك زي ما انت شايفة. زي ما انت شايفة البيتي فور بتاعي طالع عامل ازاي. وعلى فكرة عشان تكوني عارفة البيتي فور دوت بدون زبدة. انا عملته بالسمنة عشان ناس كتير ما بتبقاش عايزة تعمل بزبدة او الزبدة بتبقى غالية عليها، فعشان كده حبيت ان انا اعمله بالسمنة. في فيديو قبل كده انا كنت عاملاه بالزبدة، بس المرة دي حبيت ان انا اعمله معاكم بالسمنة. لو انتوا حابين تعملوه بالزبدة مش بالسمنة، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي انا عاملة البيتي فور فيه بالزبدة تحت في التعليقات. شايفين يا جماعة البيتي فور؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين عامل ازاي؟ احلى من بتاع الافران. وعشان ما اطولش معاكم وقت الفيديو اكتر من كده، يلا بينا نشوف المقادير بتاعته والمكونات وكمان الطريقة هتكون ازاي. يلا بينا. بس قبل اي حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله زي ما دايما متعودين، عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجه يكون عندي هنا كيلو الا ربع من السمنه. السمنه يا جماعه تكون بحراره المطبخ، يعني ما تكونش متلجه وما تكونش سايحه. تكون كده، يعني احنا دلوقتي عامه في الشتاء تخليها بره التلاجة، هتلاقيها متكتله بالشكل دوت. هتحطي عليها هنا كوبايه ومعلقتين من السكر، يعني ممكن نقول مثلا كوبايه وربع. ونضرب بقى السمنه مع السكر كويس جدا بالمضرب. لو ما عندكيش مضرب كهربائي ممكن المضرب اليدوي، بس هياخد معاكي شوية وقت، فالمضرب الكهربائي هيكون اسهل لك واسرع. هتفضلي بقى تضربي في السكر مع السمنة لغاية لما المكون دوت يبقى لونه كده فاتح خالص، يعني يكون عمل زي الكريمة كده. كل ما نضرب فيه كل ما لونه هيفتح، وطبعا انا عايزة لونه يكون فاتح خالص. بصوا يا جماعة بالشكل دوت. انا عايزة كمان لونه افتح من كده اهو، بنفس الشكل ده كده. اول ما القى لونه فتح قوي كده وبقى كريمي، هبدا ان انا اضيف له 4 بيضات. بيضه هننزل بيضه كل بيضه ونضرب، يعني ما بين كل بيضه والتانية هنستمر في الضرب. نزلنا بيضه وضربنا بالمضرب كويس، وبعد كده نزلنا التانية وضربنا برضو كويس، والتالتة والرابعه بنفس النظام. وهنا هتنزلي فانيليا مع البيض. وعندي هنا بقى كيلو من الدقيق. الدقيق دوت يا جماعه مش هينفع ان انا احطه على طول، لازم انخله. انا هنا نخلته بس ما وريتكوش وانا بنخله. حطي بقى الدقيق بتاعك، بس اهم حاجه تكوني نخلتيه الاول، وبعد كده اول ما تنزلي الدقيق هتبداي هنا بقى ان انت تلمي العجينه. ما تعجنيش، مش عايزاكي تعجني خالص عشان ما تعمليش عرق العجينه. ويا جماعه هقول لكم على حاجه، الدقيق اللي تستخدموه هنا يكون بلاش الدقيق اللي هو بتاع العيش، لا عايزين دقيق بتاع كحك وبتيفور وبسكوت، او اي دقيق يكون استخراج 72%. يعني ما يكونش احنا وبنعجن فيه يعمل عرق كده، يكون نسبة الجلوتين بتاعته قليلة مش عالية. بصوا بقى انا هنا هستخدم القمع بتاعي. القمع دوت هيكون بصوا بنفس الشكل ده كده. انا هنا هستخدم الاتنين. عندي هنا مقاس 8 ومقاس 9 لو انتوا واخدين بالكم. ممكن كمان مقاس 7 هينفع ومقاس 6 هينفع. يعني انا عندي هنا 8 و9 وكمان 6 هينفع و7 هينفع. يعني بصوا يا جماعه البيتي فور دوت شكلي الاشكال اللي انت عايزاها، الاشكال اللي انت حابه تشكليها براحتك خالص او على حسب المتاح عندك. القمع المتاح عندك اشتغلي بيه مش هيقول لا. وبعدين انا حطيته هنا في كيس الحلواني عشان مش هينفع اي كيس وخلاص، لازم كيس حلواني عشان يكون تقيل شويه، عشان طبعا دوت عجين مش حاجات خفيفه. بصوا بقى يا جماعه، اعملي بقى الاشكال اللي انت عايزاها. طبعا هو القمع واحد بس انت هتشكلي على حسب ايدك، على حسب ايد اللي ماسك القمع، هو هيعرف يتحكم فيه. بصوا، من نفس القمع انا عملت شكلين. وممكن تعملي اشكال كتير كمان، يعني على حسب الايد اللي ماسكه القمع هتعرف تعمل اشكال ازاي. هتعملي براحتك. اهم حاجه يا جماعه ما نخليش الرسمه بتاعتنا فرشه قوي يعني، او هابطه قوي، عشان بس هو انا مش حاطه له بيكنج باودر ولا اي ماده رافعه، مش هيرفع اكتر من كده. هو اللي هيساعد على الرفع بتاع البيتيفور هو البيض، بس كده.
بصوا بقى عملت روزيتات كده زي ما انتم شايفين كده اهي، اتشكلت كده يعني بين شكلين او 3 مش اكتر. ديت الاشكال اللي انا قدرت اعملها. انت بقى حابه تعملي الاشكال اللي انت عايزاها براحتك خالص. هسوي بقى البيتي فور، وطبعا اللقطه في الفرن يعني انا نسيت اصلا ان انا اصوره في جوه الفرن، عشان كده ما جبتش اللقطه ديت. بصوا بقى يا جماعه بعد ما طلع بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين؟ طبعا البيتي فور دايب خالص مش مستحمل، ويمكن كمان بيبان في ايدي انا وبمسكه. هيبان دلوقتي يا جماعه انا وماسكاه مش مستحمل حتى ان انا امسكه. عندي بقى هنا فارماسيه، وعندي مربى، عندي شوكولاته ابيض وبني وزوايا بقى زي ما انت حابه. حابه بقى تحطيه في الفارماسيه براحتك، حابه تحطيه في الشوكولاته براحتك، حابه تحطي له الاتنين زي ما انا هعمل كده برضو براحتك. مع العلم يا جماعه المربى ديت انا لسه عاملاها دلوقتي حالا، يعني انا مرضتش اشتري مربى الصراحه، لاني جبتها ولقيت فيها قطع وبرضه عايزه اتضرب في الخلاط. قلت بقى لا انا احط شويه مربى واعملهم كده على السريع واضربهم في الخلاط، دول يبقوا البيتي فور. بصوا بقى يا جماعه الطريقه ديت سهله قوي كده للتقفيل بتاع البيتي فور. بدل ما نفضل نمسك واحده واحده ووجع قلب، لا هنحط كده شويه من المربى في الكيس، وبعد كده نروح مرصين شويه كده من البيتي فور، وبعدين ننزل عليهم بالمربى بالشكل ده. شايفين سهله خالص ازاي؟ وبعدين نروح جايبين بقيه البيتي فور ونروح مقفلينه. شايفين بقى يا جماعه المربى انها معموله في البيت، دايبه خالص وهي كريمي خالص. انا دورت على مربى في السوبر ماركت تكون كريمي بالشكل دوت، مفيش. برضو مكتوب عليها كريمي لكن مش كريمي خالص، يعني برضو فيها قطع صغيره. بصوا بقى البيتي فور بتاعي عامل ازاي بعد ما قفلته. تحفه يا جماعه، ولا تقولي لي بقى بتاع الافران ولا الكلام ده كله. مفيش احلى ولا اطعم ولا ألذ من الحاجه اللي بنعملها على ايدينا، وبنكون ضامنينها وضامنين النظافة بتاعتها وواثقين فيها، وكمان طعمها حلو قوي. وكفاية يعني غير ده كله كفاية ريحة الخبيز في البيت، يعني كفاية الريحة كده بتاعت الكحك والبسكوت والبيتي فور وهما في الفرن يا جماعة حاجة تاني. هنقفل بقى الكلام ده كله وارجع لكم تاني. بصوا بقى كملت الكمية بتاعتي. مين يصدق ان كمية البيتي فور دي كلها من كيلو دقيق؟ يعني بصوا من كيلو دقيق عملت حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص من اللي هتشتريهم من الفرن بره. شايفين يا جماعة؟ تحفة ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى نكمل البيتي فور بتاعنا. هجيب بقى بقية المربى. بصوا يا جماعة قوام المربى عامل ازاي، شايفين كريمي وجميلة ازاي. هناخد بقى البيتي فور ونروح مغمزينه في المربى والفارماسي. شايفين؟ وبالنسبة اللي مش حابب يزود الفارماسية على البيتي فور، حطي كده حتة صغيرة خالص من المربى عشان الفارماسية ما يكونش كتير بالشكل دوت. انما بقى انا بقى بحب الفارماسية كتير كده، فهنغمز المربى كده يعني حوالي نص البيتي فورة، وبعد كده اروح حطها في الفارماسية. شايفين يا جماعة بنفس الشكل ده كده. هكمل بقى بقية الكمية بتاعتي بنفس الشكل، بس هخلي كام واحدة على جنب كده هعملهم بالشوكولاتة، مش هعمل كله بالفارماسية. بنفس الشكل ده كده. هكمل بقى الكمية بتاعتي وارجع لكم تاني. ودول الشوية اللي انا سبتهم عشان ازوقهم بالشوكولاتة. بصوا بقى هنا سيحت عندي الشوكولاتة، بس الشوكولاته عندي هنا ما ساحتش كويس. انتوا بقى سيحوها كويس، يا اما ممكن تحط لها معلقه من الزيت عشان يعني تبقى سايله اكتر من كده. انا عندي الشوكولاته هنا يعني ما ساحتش كويس، او كان الجو برد عشان كده برضو ماسكه نفسها شويه. شايفين بقى هغمز نصها كده، وممكن كمان تحطيها في الشوكولاته وتحطيها في الفرماسيه، يعني زي ما انت حابه. بس عامه انا اللي عاملاه بالشوكولاته، مش حابه ان انا اغمسها في الفرماسيه. بصوا هي زي ما قلت لكم الشوكولاته ما ساحتش كويس، نصها كده بس يا جماعه.
وبعدين بقى نروح عاملين خطوط كده عشان بس تديها شكل حلو مش اكتر. شايفين بقى الجمال؟ هيتكلم يا جماعة والله من كتر الجمال بتاعه. وكده يبقى خلصت الفيديو بتاعي النهاردة. شايفين يا جماعة الجمال؟ تحفة ما شاء الله، الله اكبر. ولا تقولولي بقى بتاع الافران ولا بتاع المخابز ولا بتاع اي حاجة، مفيش احلى من الحاجة اللي بتعمليها على ايدك في البيت. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان الاشتراك للقناه، وتنزلوا تحت الفيديو تدوسوا على زر الجرس وتفعلوه على كلمه الكل عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. وباي باي.